السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده كده زي ما انتم شايفين اول فيديو في سنة جديدة، حبيت انزل لكم فيديو خفيف كده. احنا اللي مش عارفين، الناس اللي احنا في الشتا بنولع عشان ندفي نفسينا، بنولع على منقد كده عشان نشرب احلى كوباية شاي ونسخن كده رغيفين عيش او نقمر رغيفين عيش على الولعة الجميلة دي. زي ما انتم شايفين كده احنا بنولع خشب او القلح ده اللي هو ايه، اللي هو بعد ما الكيزان كوز الذرة ينشف بيتفرط وبيتساب كده في الشمس، ينشف مع نفسه لحد ما الشتا يجي ونولعه، او الخشب زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. وبعد ما تصفى خالص او الولعة تروح قوي ندخله بقى ايه في الشقة. هي دي الحتة ديت حتة خشب معصلجة شوية، مش عاوزة تتكسر، كانت لسه ما صفيتش. عايزة اعيشكم الاجواء الجميلة دي كده. خلاص بعد ما العصافير ودخلناها جبنا بقى ايه كنكة ألمونيا او ستانلس، مينفعش حاجة غير كده عشان نعمل فيها الشاي وعشان كمان تستحمل الولعة. كده احنا بنحوط على الكنكة عشان تغلي بسرعة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. تمام. وبعدين بقى جبنا العيش بنسخنه وبننشفه بيبقى جميل جدا، بتاكلي معاه بقى اي حاجة انت عاوزاها، تاكلي معاها جبنة حادقة ماشي، جبنة من العلب، اي اكل انت عاوزاه بيبقى جميل جدا وطعم احلى من الفرن كمان. لو وصلتوا لحد هنا اكتبولي في الكومنتات بتعملوا كده ولا لا، اكتبولي في الكومنتات تحت وشجعوني. كده بقى بنلم الولعة كده على الكنكة عشان تغلي، وجبنا عيش نسخنه او ننشفه بمعنى اصح، والولعة عاملة شوية فبنهوي عليها عشان تعلى شوية وتسخن العيش. كده بقى الكنكة كشفنا عن الكنكة والشاي غلى اهو، الشاي غلي خلاص. شفتوا المنظر عامل ازاي؟ جميل جدا. ممكن كمان تعملوا عليه قهوة، تعملوا عليه اي حاجة انت عاوزينها. كده بقى الكنكة غليت اكتر وهنروح علشان نلقم الشاي كوبايات كده اهو. معاك كمان تبلعي بقى بالعيش بقى طماطم خضار اي حاجة انت عاوزاها، وهتبقى احلى كوباية شاي في الشتا ده. كده وصلنا احلى كوباية شاي جميلة جدا وطعمها احلى. وكده يكون خلصنا الفيديو، متنسوش تشجعوني بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.